هل تعتذر من التوانسة بعد الكلام اللي حسوه انه مسهم برشا؟ طريقة السؤال نفسها يعني كأنها كانت تهمة ثابتة، اللي تتحدث كأنه تعتذر من التوانسة يعني كأني ارتكبت الخطأ. هل تعتذر مرة أخرى؟ نطرح سؤالي سي منصف المرزوقي، حتى إذا كان أنت ما قصدتش حسب الفيرسيون اللي عندك، لكن الشعب التونسي الشعب التونسي ليش خليني نكمل جملتي ومن بعد نسمعك لو تسمح. الشعب التونسي طالب بسحب الجنسية. الشعب التونسي طالب بسحب الجنسية 4 أشخاص. كبير منه. يا هادي ركز. الله يسعى عليها دخت في مخي. شنو عارف روحك فين انت ولا انت وين؟ انا تو دخت ما ندريش على روحي وين. طالب سحب الجنسية 4 أشخاص. كبير منه جزء كبير منه أمضى عريضة. ثم ناس تنقلت حتى تحتج قدام دار 10 من الناس. انت تقول 10 من الناس. لا نقول الفيديو موجود. 10 من الناس. الامن ما سمحش انهم يوصلوا حتى لدارك. والله انت اللي مسخره. المرزوقي مش نتحدثوا على الصحفيين، احنا نتحدثوا على التوانسه، احنا نتحدثوا على الشعب التونسي. الشعب التونسي يعرف. شوف الشعب التونسي انا خدمته ليل نهار، خدمته كطبيب في طب الفقراء، وخدمته كمثقف، وخدمته كرئيس جمهوريه. انا الشعب التونسي من هو الي، انا ولده، انا نحبه، وانا نحترمه، انا نضحي من اجله. جيت تقول لي الشعب التونسي طالب سحب الجنسيه منك؟ مش عيب؟ مش عيب. تحدثت انت مؤخرا. انا هم الاعلاميون المهنيون. ثم كثيرين، انت مثلا انا احترم مهنيتك. ثم في تونس الكثير من الاعلاميين المهنيين. لكن انت وين قصرت؟ هل عندك مشكل اتصالي دكتور منصور المرزوقي؟ ما عنديش حتى مشكل اتصالي. شوف انا والحمد لله مريت في كل القنوات التلفزيونيه، مع في السي ان ان، في الهارد توك، في كل البرامج، وكنت اجد نفسي راحتي لاني امام صحفيين مهنيين مثل هذا الشخص، صحفي مهني، فهمني، ولم تكن هناك اي اشكاليه. مرة تقولها على اساس انه اللي بجنب الشخص ده ما يشوي. يعني أجد نفسي أمام ناس يعني كأنهم مكلفين بمهمة. بتحطي نفسك في مواقف بايخة. علاش ما ثماش الماكينه الاقتصاديه مش قاعده تدور؟ لا الاستثمار الداخلي ولا الاستثمار الخارجي، لانه ما ثماش ثقه، لانه الاقتصاديين في الحديث على نجاح مؤتمر الاستثمار. نعم يا اختي. يا نجاح اعطوا وعود، الوعود هذيك اعطوها لي انا في عهدي. راي الوعود لا تلزم الا من يصدقها. طيب بصراحه